بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل الكبسة السعودي بطريقة سهلة وسريعة، ومبتاخدش وقت خالص، وبتكون في حلة واحدة. يعني اكلة الانقاذ زي ما بيقولوا. لو مش عارفة تعملي اكل ايه بجد، دي سهلة وحلوة جدا. اول حاجة هنجهز معانا سلطة الدقوس. طبعا الكبسة السعودي يعني سلطة الدقوس لازم يتقدم معاها السلطة دي. معانا حبة طماطم وشوية من الكزبرة واربع فصوص من الثوم وفلفل اخضر واحمر حار، ومعانا عصير ليمون، وهيكون كمان معانا معلقة كبيرة من الخل. هنحط كل الحاجات دي معانا في الكبة. هنضربهم، انا مش عايزاهم يكونوا ناعمة قوي، يعني يدوبك هما ضربتين تلاتة كده في الكبة وخلاص. هنحط كل المكونات كلها مع بعض في الكبة. معايا هنا معلقة صغيرة من الملح ومعلقة بابريكا وفلفل اسود ومعلقة صغيرة من الكمون. دي معلقة الخل، من غير مية ومن غير اي حاجة خالص. طبعا الكبسة السعودي طبعا أكلة مشهورة جدا في السعودية، وسهلة وسريعة، وبقى الناس كتير كلها تعرفها. خلاص احنا هنا كده جهزنا سلطة الدقوس. هنشيلها بقى في التلاجة لحد ما نبدأ نجهز الرز والفراخ. معانا معلقة زبدة ومعلقة من الزيت. هحط عليهم، هجهز البهارات بتاعتي: عود قرفة وحبتين من اللومي اللي هو الليمون المجفف، وورق لورا وحبهان وتلات اربع فصوص كده هو من القرنفل اللي هي حبات القرنفل، او بيقولوا عليه هنا في السعودية المسمار. معايا بصلة متوسطة كده مقطعاها مكعبات صغيرة، يا دوبك هشوحها مع التوابل. طبعا اول ما التوابل ريحتها بتطلع نزلت على طول بالبصلة. معايا هنا هو 3 فصوص من الثوم. اول ما ريحة الثوم تطلع انا ما بشوحش الثوم، يا دوبك بس ريحته تطلع. هكون مجهزة معايا جزرة مبشورة. كل حاجة انا بشوحها بس كده مع التوابل مع البصلة تطلع ريحتهم وخلاص، يعني انا ما بشوحهمش. معايا هنا حبة طماطم مقطعاها مكعبات صغيرة. وهكون مجهزة كمان معلقة كبيرة من الصلصة. هنقلب بقى كل المكونات دي كده كلها مع بعض، كله ياخد من ريحة البصل وريحة التوابل. من قبل ما نحط الفراخ الريحة كانت فظيعة. معايا هنا دي فرخة مقطعاها ل4. طبعا تقطيع الفرخة زي ما انتوا عايزين، تقطعوها ل8، تقطعوها 4، عايزين تسيبوها نصين كده زي ما هما. هقلب الفراخ مع التوابل والخضار اللي احنا حطيناه. هجهز التوابل اللي هحطها عليها: ملح وفلفل اسود وبابريكا ومعلقة كبيرة من بهارات الكبسة. معايا مكعب مرق الدجاج، ده اختياري بس بيدي طعم حلو برضك مع الشوربة بتاعت الفراخ. هقلب البهارات بس كده مع الفراخ. هكون مجهزة عندي بقى مية سخنة هنزل بيها على الفراخ. اخليه، انا عايزة المية تغطي الفراخ. اول بقى ما المية هتغلي معايا هغطي عليها وهدي عليها واسيبها تقريبا نص ساعة على حسب حجم الفرخة. يعني لو الفرخة صغيرة نص ساعة، لو هي كبيرة شوية ساعة الا تلت. طبعا احنا بنحط الشوكة بنعمل لها اختبار كده بنشوف هي استوت ولا لا. خلاص هنا كانت استوت. هطلعها احطها في صينية وادخلها الفرن تقريبا 10 دقايق او ربع ساعة.
يا دوبك بس الوش ياخد لون كده اهوت، وهطلعها على طول. ندخلها بقى الفرن، وهنكون مجهزين معانا كوباية كبيرة من الرز البسمتي مغسول كويس ومنقوع في المية ربع ساعة. هنزل بيه على مية الشوربة، ما حطيتش اي اضافات تانية ولا اي حاجة، احنا بس هندوق الشوربة، لو هي محتاجة ملح هنزود ملح، لقيناها مظبوطة خلاص مش هنزود اي حاجة تانية. طبعا الرز البسمتي برضو انتوا بتعملوا الكمية على حسب عدد الافراد الاسرة او الكمية اللي انتوا عايزينها. انا هنا دي كانت كوباية كبيرة. خلاص هسيب بقى الرز يغلي ويتشرب من الشوربة بتاعة الفراخ اللي احنا جهزناها، واول ما يتحس ان هو اتشرب كده شوية هبدأ اهدي عليه ايه النار. نسيبه بقى 10 دقايق على نار هادية. شايفين بقى خلاص هنا كان استوى، شايفين مفلفل وشكله نسري وجميل. طبعا على ما الرز كان اتعمل الفراخ كانت خلاص خلصت في الفرن، هي بتقعد بالظبط 10 دقايق يا دوبك بس تاخد وش من فوق. هنقدمهم بقى كلهم كده مع بعض وبالهنا والشفا. اذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك واشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد وعلى خير بإذن الله.